السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعزائنا المشاهدين متتبعي القناة الوطنية الثانية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه لقاء المنتخب الوطني التونسي سيدات في كرة القدم ضد نظيره المغربي الشقيق في ملعب بريباط، ملعب مولاي الحسن بالرباط. قلت هذا إياب الدور التمهيدي الثالث وقبل الأخير من تصفية الأولمبية باريس 2024. لقاء الذهاب كان انتهى بانتصار المنتخب المغربي 2-1، كان يوم الجمعة الفارط بالملعب البلدي بسليمان. وهذا لقاء الإياب هي مهمة صعيبة في الحقيقة لعناصرنا الوطنية لأبناء وفتيات المدرب مع المدرسة الفرنسية التجأ للمدرسة. وانطلاق اللقاء في ملعب مغربي لفاطمة تكناوت اللي كانت سجلت معناها غياب النسق على لاعبات المنتخب التونسي كان باش تجمع بين نيجيريا وجنوب افريقيا. هذه فرصة للمنتخب المغربي وسلامات، مرت سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي. لاعبة ارتكاز المنتخب المغربي امامكم على الصورة، امامكم على الصورة رقم 6 نهلة، لكن على المستوى الخيارات الفنية ما قدمت اداء محترم في اللي توج بكأس افريقيا 2024. هذا هجوم لمنتخب وتسديدة وافتتاح النتيجة، افتتاح النتيجة. قلت حذاري من فاطمة تكناوت رقم 11، حظها ممتاز جدا مع المنتخب التونسي، سجلت في الذهاب والاياب. فاطمة تكناوت اللي كنت نحكي عليها الحين، قلت لك لابد من 1-0، لابد من تغطية، لابد من تضييق المساحات، لابد من معناها قراءة اللعب الصحيحة، تمريرة بينية تلقى روحها في ظهر الدفاع، في ظهر الدفاع تمشي تحطها في لونج لوبوزي، هفوة معناها من بين الهفوات اللي نبهنا عليهم. قلنا الحذر مطلوب في بداية المقابلة، لكن للأسف نقبلوا هدف في 11 دقيقة. على كل يعني أسبقية أمامكم على الصورة فاطمة تكناوت. أكيد سنشاهد الإعادة في ظهر المدافعة، وتسديدة غالطت بها سليمة الجبراني. فاطمة تكناوت دون رقابة سدت. أمامكم الإعادة، كرة كانت من نجاة بدري وتسديدة في الزاوية المعاكسة غالطت بها حارسة المنتخب سليمة الجبراني. بعد 11 دقيقة لعب في الشوط الأول 1-0. هذا اللي كنا حكينا عليه، انه ما نخلوش إن شاء الله تأتي بالجديد لعناصرنا الوطني، تتنفذ المخالفة، تتنفذ وترجع من الدفاع، وتسديدة من على راس اللعبة التونسية. وحذاري معناها التركيز من جديد نفس الخطأ. هذه فرصة اختيرة وترجع من الدفاع، ترجع من المدافعة، ترجع من شيماء العباسي. يبقى الاخطار للمنتخب وسط الميدان ضروري. هذا هدف ثاني، بهتة من جديد للمنتخب التونسي، بهتة من جديد لعناصرنا الوطنية 2-0 بعد 16 دقيقة لعب. هدف ثاني للمنتخب المغربي، هدف ثاني، وفرحة كبيرة لجماهير المغربية المتواجدة في هذا المركب، في مركب مولاي الحسن في الرباط. اذا ثاني اهداف المنتخب المغربي بعد مرور 16 دقيقة لعب. هدف ثاني للمنتخب المغربي. خطأ جديد للمنتخب الوطني التونسي. واضح سامي امامكم الإعادة. توغل كان من ابتسام الجرايدي ومباغتة، يعني لعبة تاخذ الكرة على خط 18 متر، تراوغ، تقدم، ترفع الكرة بالحارسة، يعني تقريبا شبيهة بطريقة الهدف الأول. تمريرة بينية وسهولة معناها على مستوى التسديد، لا فما التغطية، لا فما التمام والكمال والدية بل ما يواجه منتخبنا. احنا منتخبنا ما تجمع 22. هذه فرصة اختيرة من جديد المنتخب المغربي، اختيرة تسديدة، والثالث للمنتخب المغربي، الهدف الثالث بعد 20 دقيقة لعب. الهدف الثالث للمنتخب المغربي، وثنائية لابتسام الجرايدي مهاجمة الأهلي السعودي. مكرم نبهنا على القوة، كتشوف انت الثلاثي القوة اللي ذكرناهم بالتفصيل على ارقامهم واحصائيات، اليوم هما في الصناعة وفي الانهاء نفس الشيء في مباراة الذهاب. وقبل ما انطلقت المباراة كنا حللنا وقلنا الثلاثي هذوما ما لازمهمش ياخذوا الكرة
في وضعيات، لأنه عندهم الجودة. كي تشوف استلام الكرة ما بين الخطوط في منطقة وسط الميدان كيفاش مرت وكيفاش خذت الأسبقية وكيفاش سدت، الجودة وقيمة اللاعبات صنعت الفارق بنفس هجومي مقابل معناها تنظيم دفاعي. والحقيقة تقال ليس كما يجب، ما نجموش هكايا الخطر واضح في مناطقنا لا يزي، مخلين المنتخب المغربي يمسك الكرة وزيد يمرر مرتاح ويلقى الوضعيات السانحة والفرص السانحة للتسجيل. تقريبا على 4 فرص سجل 3 أهداف. بالفعل على 4 فرص 3 أهداف. هذا هجوم آخر، هجوم المنتخب المغربي، تسديدة والرابع مش ممكن هكا. 4 الأهداف، 4 هدف للمنتخب المغربي، 4 أهداف المنتخب المغربي. يعني الهدف ممكن باغت حتى الإخراج بالمغرب. يعني أمامكم على الصورة هدف رابع، هفوة يعني فردية هفوة فردية على مستوى التمرير، بالفعل دون رقابة. المنتخب المغربي يسرع في اللعب، نفس اللاعبات في المساهمة في التهديف، قوة ضاربة في الخط الأمامي. رقم 9 اللي كنت ذكرتها في البداية وقلت هدافة وتعطي العمق، تقريبا الهدف الثالث لها، الهدف الثالث بالفعل ثلاثية، وأنه عندها مساهمة تهديفية في مباراة الذهاب في سليمان بعد ما مرت الكرة لاسيس مرير بالتحرك. هذه فرصة للمنتخب الوطني التونسي، تسديدة في وقت اللي تلعب مع لاعبات فنيا بهذه القيمة وما تعملش زيادة عددية على الأطراف. فرصة أخرى للمنتخب المغربي، فرصة أخرى تخرج. شوف الفوارق، شوف الوقت اللي يخلطوا به هما المناطقنا للثلث. هذا هو إياب، هذه خطيرة وترجع من مستوى التحولات من حالة دفاعية الهجومية. ثم بالكرة تتقدم بالكرة لابتسام، تسديدة وفوق المرمى، تسديدة فاطمة تكناوت. يعني اختراق كبير، ما فماش عبارة، يعني الدفاع مش موجود، دفاع المنتخب الوطني على مستوى الضغط. هذه فرصة جديدة تسديدة ترجع من الحارسة غزلان وعلى العارضة خطأ ثاني من غزلان مرت بجانب الهدف الخامس. في الدقيقة الأولى قامت بنفس الخطأ. احنا وقت اللي باش نبعدوا الخطر ما نرجعوش الكرة في العمق. إيمان سعود تنتظر حنان آية الحاج، حنان آية تكناوت على الرواق، فاطمة تتقدم، فاطمة تكناوت، ما فماش مخالفة. الأخطاء بالفعل ركنية تتنفذ وتدخل الحارسة، تدخل سليمان الجبراني مع. إذا هذه كرة مرفوعة طويلة في دين الحارسة، ترجع الكرة على الكرة تمشي ليسرى بالحاج محمود، كرة طويلة ترجع من دفاع المنتخب الوطني التونسي. سلمى زمزم تحافظ على الكرة، تتدخل رقم 5 سارة كاسي، ما لقاتش المساندة في سارة كاسي خذت مكان رقم 6 نهلة نقاش. هذه فرصة وهدف بالفعل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 57. هدف تذليل الفارق في الدقيقة 57 بالفعل. الكرة جاوزت الخط النهائي للمرمى. 4-1. كرة ثابتة سامي، تمكنا من تسجيل. قلت لك المنتخب التونسي على مستوى الكرات الثابتة لو كان يركز في معناها خلل على مستوى الدفاعي في الرقابة في المنتخب المغربي في أكثر من كرة، في 2 كرات قبل قلت لك كان قادر المنتخب التونسي يسجل من كرة ثابتة، وبالفعل 4-1 جسم هذا وتمكنوا فتياتنا من تسجيل هدف. بالفعل هدف ممتاز، كرة جاوزت الخط النهائي. الامضاء سلمى زمزم أفضل لاعبة ممكن في المنتخب مكرم. سلمى زمزم واللوزي لاعبات متميزات والحقيقة تقال، لكن اليوم شكل الفريق الهجومي ضعف. 2-1. إذا هذه فرصة خطيرة للمنتخب المغربي وتدخل شيماء وتبعد الاخطار. لا تبقى تسديدة، ما تكناوت ترفع الكرة هجوم للمنتخب المغربي وفوق المرمى كانت تسديدة من إيمان سعود. بعد هذه فرصة خطيرة الكرة خطيرة، تسديدة وترجع من الدفاع في مناسبة أولى، تبقى المنتخب المغربي وتتدخل ترجع معناها في جولتين. هذا هجوم خطير للمنتخب المغربي وتضيع الجيش الملكي الفريق المتميز وتشوف اللاعبين توج بكأس رابطة الأبطال الإفريقي. هذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش ما نخرجوش عليه بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده. نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.